ازاي كل واحد اتعامل معاه. فالمهم اديني يا عم احمد استيميشن بما يرضي الله 4 ايام، طبعا عشان خاطري 3، طبعا عشان المحبه والاخوه، يومين ونص ودي يا عم احمد. والستيك هولدرز انا قال لهم مثلا 3 ايام، خد بالك. الستيك هولدرز دول البيزنس ماسكين يعني البيزنس نفسه، البروجكت مانجر. خلينا يعني نتكلم كده ماشي انا البروجكت مانجر. فاقول له يا عم الحاج انت هتاخد التاسكيه دي within 3 تطلع كيو اي، تطلع تيستنج، يعني مش تطلع برودكت، تطلع تيستنج خلال يومين 3. فبس فالتيك ليد وظيفته ان هو يهيئ البيئه المحيطه بالعمل للتيم اللي معاه ويديهم مسؤوليات. يعني انا بشوف بعض التيك ليدز يا مصطفى بيعملوا ايه، يجي مثلا للجونيور يديله تاسكات الديزاين بس يو اي، يجي للسينيور يديله تاسكات الانتجريشن الباك اند بس. طب ما ده غلط، الجونيور ده هيفضل جونيور طول حياته والسينيور ده هينسى اليو اي. بالظبط، لازم كله يعمل كله يعمل كل حاجه ونشفل. ويعني مثلا انا المفروض ان انا اللي بعمل الريليز، حلو، يعني انا اللي بريليز، انا اللي بلم الدنيا، والبي ارز بعمل لها ميرج وكود ريفيو الكلام ده كله، وخلاص هنطلع بريليز. انا اللي بمسك البرانش بتاع الريليز، بحضر الريليز وبرفع على الستورز وخلاص. انا اللي ده لا، لازم اخلي كل واحد من التيم يعمل ده مره. عمر في اجازه مش هنعرف نريليز بالظبط. ازاي؟ صباح الفل. كل واحد في التيم يقدر يريبليس اي واحد تاني. اشطر ليدر اللي يعمل منه ليدرز، اللي يبقى تحته اكتر من ليدر كمان، مش ليدر واحد.